وسع يا عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد من قناة الاختراع المصري. اولا احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب والمتابعين اول باول. ثانيا، فيديو النهارده ان شاء الله هنتعرف فيه مع بعض ازاي نعمل مكنسة كهربائية باستخدام ادوات منزلية بسيطة جدا جدا جدا. هنحتاج لمروحة فانا بتاعت كمبيوتر، ودي موجودة يا جماعة في اي باور كمبيوتر. لو مش موجودة عندك زي ما قلت قبل كده، ممكن توصل لاي محل صيانة هتقول له انا عايز مروحة بروسيسور، هتلاقيها في رينج من 5 ل 10 جنيه. وهنحتاج لماسوره بلاستيك زي كده، دي بتاعت حوض ايا كان زي كده، او ماسوره كهرباء حته صغيره وليكن 20 سم مثلا. وهنحتاج الازازه 2 لتر فاضيه، وازازه تانية فاضيه هنقطع منها النص لتحت زي كده، يبقى عندنا ازازه ونص. تمام. قبل ما نبدا اول مرحله، احب استفسر منكم عن اي مشروع او فكره في دماغكم، ممكن تقولها لي في تعليق، وباذن الله نقدر نعملها مع بعض وننزلها في شرح. نجيب قطع زي كده وهنطير النص اللي تحت ده، الحته الصغيره دي. وبكده يكون عندنا المنظر ده. طبعا دي مش هنحتاجها في حاجه. هنجيب النص التاني اللي قلنا عليه، هنفتحه كده بالمنظر ده يا جماعه بالقطر برضو، 4 5 فتحات تحت هنا كده. تمام. بعد كده هنجيب المروحه ونقطع الجناب دي، هنكسرها بالبنسه، نخليها مدوره بالمنظر ده معانا كده، ونحطها هنا. ونفتح فتحه للسلك صغيره من هنا كده، وبكده بقى عندنا المنظر ده. تمام. نستخدم بلاستر كهرباء زي ده ونلفه على المروحه هنا كده. تمام. وبكده بقى عندنا المنظر ده. تمام. طيب هنجيب النص التاني اللي هو ده، ونحاول على قد ما نقدر نركبه هنا، ندخل المروحه في قلبه. زي ما حضراتكم شايفين دخلت المروحه جوه الازازه. طيب نلف بلاستر عليهم الاتنين. طيب بعد كده هنجيب القطر وهنطير دي، هنشيل دي الراس دي كده. وبكده نكون قطعناها زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. طيب احنا قطعنا دي عشان دي اللي هيتحط فيها الزباله اللي المكنسه هتسحبها، ايا كان ورق او اي حاجه. فطبعا احنا عايزين نعمل حاجز هنا يحجز الزباله دي عشان خاطر المروحه. طيب هنستخدم هنا، ممكن نستخدم اي حته قماش حرير. لحظه واحده. طيب انا لقيت مفرش الجماعه عندنا مش محتاجينه. اهم حاجه خفيفه زي كده، الهواء يدخل يعدي منها، شفافه خالص. تمام. طيب هنستخدم حته منها وليكن زي كده مثلا. طيب احنا المفروض دلوقتي المطلوب ان احنا نركب دي هنا. هنجيب حته سلك نحاس وليكن مثلا، دي حته سلك النحاس اللي انا لقيتها في البيت. طيب انا هعمل منها دايره تبقى زي الازازه بالظبط. ايا كان نحاس او سلك حديد او المونيا مفيش اي مشكله، او اي اختراع تاني في دماغك عادي مفيش مشكله. المهم ان احنا نحط الحرير ده في الازازه من هنا. زي كده. طيب
نحاول بقى نركب دي هنا. طيب انا هستخدم الشمع، مسدس الشمع، ايا كان مسدس او صابع شمع عادي، مفيش اي مشكله لو ما عندكش مسدس. وهنلف عليها بالمنظر ده كده. طيب وبكده بقى عندنا المنظر ده. هنحاول نركبها من هنا، ندخلها هنا كده. طيب قبل ما ندخلها هنا هنستخدم دبابيس، 4 دبابيس زي كده او مسامير صغيره، مفيش اي مشكله. بقى عندنا المنظر ده كده زي نظام حامل دي. طيب هنحاول نركبها هنا. بالمنظر ده تمام. بعد كده هنجيب النص التاني ده ندخله هنا بالمنظر ده كده. طيب هنستخدم هنا بلاستر. هنلف حاجه خفيفه هنا يا جماعه عشان المكان ده احنا هنفتحه مع الوقت. وبكده بقى عندنا المنظر ده تمام. طيب هنجيب القطر وهنطير البوز ده من اوله من هنا. نجيب الماسوره اللي هي دي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم نقدر نستخدم اي ماسوره بلاستيك او اي حاجه موجوده في البيت او خرطوم او اي حاجه. انا لقيت دي موجوده هستخدمها. هضطر ان انا اعديها جوه ادخلها جوه من هنا، فهفتح هنا شويه كمان. طيب وكده اكون وسعتها شويه. ماشي شكرا. اتفضلوا الشاي معايا يا جماعه. هنستخدم هنا البلاستر. محدش يستخدم هنا يا جماعه الشمع اللي هو السيليكون عشان الازازه بتسيح منه لانه سخن جدا. فهنستخدم البلاستر زي ما حضراتكم شايفين. هنلف كتير على قد ما نقدر. وكده بقى عندنا المنظر ده تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الكتر وهنطير دي من هنا كده. بس خلي بالكم يا جماعه عشان ربنا يسترها بس. زي ما حضراتكم شايفين هنطير دي كده تمام. اتمنى الفيديو يكون واضح. طيب وبكده يا جماعه فاضل التجربه فقط لا غير. انا هشتغل على شاحن موبايل 5 فولت. طبعا تقدر تشتغل على بطاريه وليكن 9 فولت، هتشتغل معاك عادي مفيش اي مشكله. او شاحن موبايل زي ما قلت دلوقتي، شاحن موبايل وتطير الجاك بتاع الموبايل. هيظهر عندك 3 سلوك، هتستخدم الاحمر والابيض منهم. طيب نجرب مع بعض. طيب دول شويه ورق وورق مناديل وحاجات على الارض كتير كده زي ما حضراتكم شايفين. هنجرب نلمهم.
وسع يا عم. طبعا بتشفط ودن القط. اتمنى ان الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع. متنساش اعمل لايك لو عجبك الفيديو، والاشتراك معايا على قناة الاختراع المصري مع محمد عادل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشفط ديلك.